العالم مليان بالأفكار الذكية والاختراعات اللي بتسهل حياتنا. عشان كده في حلقة النهاردة هنشوف مع بعض حاجات أنا متأكد إنك أول مرة تشوفها أو تسمع عنها حتى. استعد عشان تشوف إزاي الإبداع ممكن يخلي حياتنا أسهل. خليك معانا لنهاية الفيديو عشان تشوف التكنولوجيا موديانا لحد فين. يلا بينا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. حاليا التكنولوجيا لازم تكون معانا في كل وقت وفي كل مكان. مين كان يصدق ان مرسيدس بنز تنزل بالتصميم الجامد ده؟ شكلها تحفة، واي حد بيحب الفخامة والتكنولوجيا لازم يشتريها. اظن كده ما بقاش في اسهل من عمل الضفاير. بجد دي افخم طريقة ممكن تقعد بيها وتشرب مشروبك برواقة، والأداة دي هتزود متعة التجربة كأنك قاعد في صالة VIP في قلب بيتك. دلوقتي هتمشي بميزان في ميدالية مفاتيحك. لو نفسك تبقى صديق للبيئة بس مش حابب تركب عجل، يبقى لازم تجرب الاختراع الجامد ده. بالطريقة دي هتقدر تخفي كل الأدوات الخاصة بالحمام بشياكة مفيش بعد كده. عاجبني أوي شكل المكنة دي، بتشيل وتفضي في ثواني وبكل سهولة. منها مروحة ولمبة في نفس الوقت، واستهلاكها بسيط جدا من الكهرباء. ده من أشيك وأذكى تصميمات المطابخ اللي ممكن تشوفها في حياتك. بص على الشكل النهائي بعد ما المطبخ اتفتح، تحفة هندسية بتجمع بين الجمال والتكنولوجيا. ده حرفيا حوض حمام من المستقبل، مضاد للخدوش ونضيف بشكل مبهر، وشكله شيك جدا، مستحيل تعدي عليه من غير ما تقول واو. ودي سماعة تقدر تسمع بيها مزيكا وانت بتاخد الشاور بتاعك، وطبعا بلاش تعمل كده. ومع الأداة دي هنقدر نفرم التلج. ولو انت من عشاق حفلات الشواء، الأداة دي هتعجبك جدا. ده اختراع عبقري بجد، بيوزع التكييف في كل ركن ويوفر في الكهرباء كمان. كده احنا بنتكلم عن تبريد ذكي مش بس هوا وخلاص.
دي مروحة بتشتغل بالطاقة الشمسية، فيها كشاف في النص و4 مراوح قابلين للطي. شوف انت بقى ممكن تستخدمها في ايه. دي مش لعبة، ده شاحن لاسلكي وحامل للموبايل، حاجة كده من الآخر. دي مش غسالة اطباق عادية، دي اختراع. باستخدام المكنة دي تقدر تعمل النودلز بكل سهولة. الكراسي المتحركة دي عملية جدا وسهلة التجميع كمان، وبتدي استقلالية وسهولة حركة لكبار السن، وده ممكن يكون هدية تغير حياتهم بجد. شماعات زي دي لما تكون في دولابك هتخلي أوضة نومك في مستوى تاني تماما. أي حد ممكن يستخدم الكرسي ده، مش كبار السن وبس. جهاز زي ده هيكون لأي مناسبة أو فرح، وهيعمل شغل عالي قوي. المروحة دي بديل للتكييف، ممكن تحطها على مكتبك وانت شغال بكل بساطة. حوض المطبخ ده اختراع بجد. لو بتحب التخييم، الجهاز ده هو اللي انت هتحتاجه بالظبط. هيدفيك وفي نفس الوقت تقدر تطبخ عليه أكلك. دفاية ومطبخ متنقل في نفس الجهاز. بفضل آلات زي دي، تغليف الكراتين بقى حاجة في غاية السهولة واليسر. العجلة دي هتغير حياتك أول ما تركبها، سريعة وتصميمها شيك جدا، وأكيد عمرك ما شفت زيها. بالطريقة دي شغلك على اللابتوب هيبقى حاجة تانية خالص. مش عارف فاضل ايه تاني لسه ما اتعملش. باختراع بسيط بالشكل ده هتقدر تحافظ على ساعتك الذكية بكل بساطة. مروحة حكاية من الآخر، بتوزع الهواء في كل الاتجاهات. قطعة الخضار دي بجد جهاز مفيش غنى عنه في أي مطبخ، ولو بتدور على واحدة عملية وسريعة يبقى دي هي اللي هتريحك. كشافات في منتهى الروعة شغالة بالطاقة الشمسية، كل اللي عليك تشحنها في ضوء الشمس، وبالليل خليها تنور لك دنيتك.
الجهاز ده تحفة بجد، ياخد البيضة ويقليها وفورا ينزلها على الطبق، كأنه شيف خاص بيك شغال 24 ساعة. لكل عشاق القطط، لو بتحب قطتك يبقى لازم تجيب الحاجة دي في بيتك. بصراحة حافظة الايربود دي ابهرتني، لاني عمري ما شفت حاجة زيها ولا هشوف. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.